ويا حيالله فيكن من جديد بمطبخ رولا ووصفة جديدة. أنا يا جماعة بحب لما بتفوتوا على صفحتي تلاقوا شي مميز، شي جديد، شي غير الأكلات والطبخات والوصفات اللي متعودين عليها. طبعا كلهم على عيني وراسي وكلهم بحبهم، بس بحب جرب معكم وصفات جديدة ونكهات مميزة. اليوم جايبت لكم وصفة حلو عن جد من الآخر، دمار حرفيا، شي بشهي القلب. بس رح يكون الفيديو طويل شوي لأنه بدأ شوية مراحل. تابعوا الفيديو للأخير ومنقول بسم الله. عندي هون بالبداية 125 جرام من الزبدة. الزبدة لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ طرية. أضفت عليها نص كوب من السكر وخفقتهم شوي بالخفاقة مثل ما شايفين، وكل شوي وقف الخفاقة ونزل اللي على الأطراف وارجع أخفقهم. بعدين هون بدي أضيف عليهم حبتين من البيض. إذا كانت حبة البيض عندكم كبيرة بتضيفوا بيضة واحدة مع صفار بيضة، إذا كانت صغيرة بنضيف حبتين من البيض ورشة ملح وملعقة صغيرة من الفانيليا، وبنخلطهم كثير منيح كمان مع بعضهم. وهون رجعت أضفت عليهم نص كوب من الزيت وخفقتهم كثير منيح مع بعضهم. كمان كل شوي بدنا نوقف الخفاقة، ننزل اللي على الأطراف ونرجع نخفقهم لحتى يمتزجوا كلهم مع بعضهم ويعطونا قوام كريمي ولون أبيض فاتح. طبعا يا جماعة بدي نوهكم لشغلي إنه المقادير كلها بكوب واحد، بنفس الكوب بنستخدمها، هيك لازم يكون القوام. هون عندي أضفت عليهم نص كوب من النشا، وبعدين هون صرت نخل عليهم الطحين. الطحين عندي هون أنا معايرة 3 أكواب، وضفت عليهم كمان ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. أول شي بدي ضلني أخلطهم بالملعقة لحتى عندي الطحين يختفي كل مرحلة على مراحل. طبعا بس يختفي الطحين برجع بضيف المرة الثانية، واخر شي رح اضيف اللي ضلوا من طحين ولمن لم بايدي. طبعا حسب نوعية الطحين وامتصاصه للسوائل. انتم ما تخلوا العجينة شادة، العجينة بدنا اياها تكون طرية. ومثل ما خبرتكم اهم شي نلم لم، ما نعجنها عجن. اذا عجناها عجن ما بتطلع طرية وهالشي معنا. هيك لازم يكون قوام العجينة طري مثل ما خبرتكم. واذا رجعتوا اول شيء هلا بدي بدخلها على البراد شي نص ساعة. اذا رجعتوا لقيتوها شادة معكم بس طروها شوي بماء الزهر، بنغطيها طبعا بندخلها على البراد. هون اثناء ما ترتاح العجينة رح جهز الحشوي، عبارة عن كوب ونص من برش جوز الهند مع كوب ونص من الفستق المحمص الحلو مقطع كثير ناعم اللي هو الفول السوداني. أضفت عليهم تقريبا شي 4 ملاعق من الحلاوة الطحينية و3 ملاعق كبار من مربى المشمش، ورجعت أضفت عليهم ماء الزهر وعجنتهم لحتى صاروا عندي عجينة متماسكة بهالقوام. وشكلتها لكرات صغيرة من شان الحشوي، كل الحشوي شكلتها مع بعضها هيك بهالطريقة أريح الشغل. بعدين هون العجينة شلتها من البراد لميتها شوي ورجعت كمان شكلتها لكرات مثل ما شايفين أكبر من كرات الحشوي بشوي، وكمان خليتهم هيك معهم على جنب لحتى بلش بالتشكيل. هون بلشت تشكيل حبات الحلو مثل تشكيل المعمول عنا. بدنا ننتبه انه تكون العجينة مش كثير سميكة، نرققها شوي ونسكرها كثير منيح بعناية لمنه ما حتى ما تطلع الحشوة ونحن عم نخبزها بالفرن. هيك شكلتها تشكيلها كثير سهل، ما بدها قوالب ولا بدنا ملقط التشكيل. ورح ادخل الصينية، طبعا الفرن محمى مسبقا على درجة حرارة 180 من الاسفل. بس رح ادخل الصينية واعطيها تحميرة من الاسفل، وبعدين اعطيها تحميرة بسيطة من الاعلى. هون لبين ما يستوي عندي الحلو رح جهز للتغطية. كل صحن حطيت فيه تقريبا ملعقتين صغار من مربى المشمش، بعدين اضفت عليهم ماء الزاهر وملونات الطعام. طبعا فيكم تحطوا نكهات بيكون احسن. هيك لازم يكون لون الحلو. طبعا وهي سخنة فورا لازم نبلش نعمل التغطية. اول شي بنغطى بالسائل هذا اللي سويته، بعدين بنغطى بالسكر. انا اول شي كنت عم غطى بالسكر بس صراحة ما حبيت السكر كثير، رجعت غطيتها بجوز الهند. يا جماعة عن جد شوفوا لي المنظر لحاله بيحكي، هالشي وطرية بتشهي القلب، كثير كثير طيبة، شي جديد ومميز. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، وكل عام وانتم بألف خير يا رب. وما تنسوا انه دعمكم هو اساس استمراري، وان شاء الله يا رب بشوفكم بفيديو جديد، وباي باي.